حبايبي واخواتي اللي بتابعوني من كل مكان، اعمل لكم النهارده بسبوسه بالقشطه كده. حاله ترند طالع الوقت ده. طبعا هنعمله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. عندنا 2 كوب من الحليب، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من السكر. وبنرفع المكونات دي كده على النار بعد ما نقلبهم. وعندنا باكت طبعا من الفانيليا عشان نحسن من قوام القشطه بتاعتنا دي. وبنرفعهم على النار لحد ما يربطوا معانا. بننزل بقى بعلبه قشطه 100 جرام. بعد ما ننزلنا من على النار بقى طبعا بنضربهم كويس بقى مع بعض مع علبة القشطة. وبنركن القشطة بتاعتنا دي كده على جنب. طبعا عندنا 600 جرام من السميد او 4 اكواب من السميد. الكوب اللي هو بتاع البيت الموجود في كل بيت عليهم كوب من السمنه زي ما انتم شايفين كده. وبندربهم ونقلبهم كويس كده ونسيبهم 10 دقايق. بننزل بعلبه علبه ونص من الزبادي اللي هي 70 جرام دي كده، وكوب من السكر، ومعلقتين من الحليب البودر زي ما انتم شايفين كده، وكوب من جوز الهند كده الناعمه، مش خشنه يعني اللي هي الوسط كده، وحبه من البيض بدرجه حراره المكان طبعا، ونص معلقه كبيره من البيكنج باودر، وباكت من الفانيليا الصغير ده. وبنبدا نقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها لحد ما يتجانسوا كده ويبقوا خليط واحد كده. بننزل ب2 كوب من الحليب زي ما انتم شايفين كده، 2 كوب من الحليب. وبنبدأ نقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها عشان عايز قوام معين نوصل للقوام المطلوب. طبعا عندنا علبة كريمة كده 200 جرام، كان عندي نصها طبعا عشان نحسن العجينة بتاعت البسبوسة بتاعتنا دي. بسبوسة بالقشطة طبعا. هنحط ال 100 جرام من الكريمة اللباني. لو ما عندكش كريمة لباني مش مشكلة عادي، ده لتحسين بس عجينة البسبوسة. طبعا عندنا اي مادة دهنية طبعا بنحطها كده في ارضية الصينية بتاعتي. الصينية 25 في 35. طبعا بنبدا ننزل بقى بالبسبوسه ونرصها كده ونسويها. وبعدين بننزل بالقشطه بتاعتنا كده. بعد ما بردت طبعا بنبدا ننزل بقى بمعلقه باي حاجه ونبدا نسويها زي ما انتم شايفين كده بالتناسق. وبعدين بننزل بطبقه البسبوسه التانيه ونفردها كده مع الصينيه بتاعتنا. عندنا فرن مسخن من درجه حراره على درجه حراره 200 ل 220، بتاخد بالظبط 25 دقيقه ل 30 دقيقه. وبنتابعها طبعا، بنشغل المروحه، بنطفي الفرن فوق ونشغل المروحه. هنا عندنا بقى 3 كاسات من السكر و3 كاسات من الميه ونص ليمونه. بعد ما تغلي الشربات بتاعنا ده كده ونقلبه، بننزل عليه مع اول غلوه بننزل بنص ليمونه. وبعدين بننزل الشربات بتاعنا بعد ما جاهز طبعا وهو سخن كده. بننزل بقى على البسبوسه، خدت معانا من 20 ل 25 دقيقه على درجه حراره من 200 ل 220. لو عندنا اي فستق اي مكسرات ممكن نزينها بيها، ما عندناش عادي. زي ما انتم شايفين كده جمال البسبوسه تحفه بصراحه. اعملوا البسبوسه في القشطه وقولوا رايكم فيها. انا بالنسبه لي 10 من 10 زي ما انتم شايفين كده تحفه. بسم الله. شايفين الوش والارضيه وخفيفه وهشه، والقشطه فيها عامله ازاي. بسم الله. تحفه.